أصدقائي، دعونا نتحدث بصراحة. نحن نخطط بدقة لكل رحلاتنا الدنيوية، نجهز الحقائب ونستخرج التأشيرات. ولكن هل فكرت يوما في الرحلة الكبرى؟ تلك الرحلة التي لا تذكرة عودة فيها ولا حقائب تحمل؟ اليوم سنتحدث عن الدقائق الثمان التي ستغير كل شيء. رحلة الروح عبر 7 محطات فاصلة. المحطة الأولى: الزائر المفاجئ. تخيل شخصاً انهمك في أعماله اليومية، وبينما هو غارق في تفاصيل دنياه وصل الزائر الذي لا يستأذن. ملك الموت يقف الآن أمامه. هنا تبدأ المرحلة الأولى، سيكشف عنه غطاؤه ليرى ما لم يكن يراه. إن كان من أهل الصلاح سيرى ملائكة وجوههم كالشمس ضياءً، وإن كان غير ذلك فالمشهد مهيب ومفزع. المحطة الثانية: خروج الروح. المرحلة الثانية هي الخروج. لقد وصف النبي خروج روح المؤمن بسلاسة كقطرة الماء التي تسيل من فم السقاء. أما الروح الأخرى فتخرج بمشقة وعسر شديد، كأنما ينزع الشوك من الصوف المبلل. ألم لا تطيقه الكلمات. المحطة الثالثة: العطر الأبدي. المرحلة الثالثة هي الرائحة. بمجرد خروج الروح تضعها الملائكة في كفن. المؤمن تفوح منه رائحة مسك أذكى من أجمل عطور الدنيا. أما الروح الخبيثة فتخرج منها رائحة نتنة تزكم الأنوف، ويعلم الجميع حقيقتها. المحطة الرابعة والخامسة: استقبال سماوي. الآن الروح تخترق السماوات، وعند كل باب تسأل الملائكة: من هذه الروح الطيبة؟ فينادى المؤمن بأحب أسمائه التي كان يعرف بها في الدنيا، ويستقبل بحفاوة بالغة. أما الروح الأخرى فتغلق في وجهها الأبواب، ويقال لها: لا فتحت لك أبواب السماء. المحطة السادسة: سجل الخلود. هنا يصدر الحكم الإلهي. إن كنت من الفائزين يكتب اسمك في عليين، في أعلى مراتب الجنة، وإن كان العكس يكتب في سجين. هذا هو السجل الذي سيحدد مصيرك الأبدي. المحطة السابعة: القبر والضمة الأولى. المرحلة الأخيرة: العودة إلى الجسد. هل تعلم أنك ستسمع قرع نعال أحبتك وهم يغادرون ويتركونك وحيدا؟ هنا تضمه الأرض. للمؤمن هي ضمة حنان كضمة الأم لوليدها، ولغيره هي ضمة تختلف فيها الأضلاع. ثم يظهر منكر ونكير لتبدأ الاختبار الحقيقي، حيث لا محامي ولا وسيط. الأسئلة واضحة ومباشرة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ الخاتمة: دعوة للتفكر. يا صديقي، هذه الرحلة حتمية لكل منا، والفرق الوحيد يكمن في زادك. هل أعددت الصلاة والصدقة وحسن الخلق، أم أن التسويف غلبك؟ اللهم ثبتنا عند السؤال، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. إذا لامس هذا المقطع قلبك فلا تبخل بمشاركته مع من تحب، فقد تكون سببا في تذكرة غافل. اشترك معنا لنستمر في تقديم ما ينفعك. أستودعكم الله.